وصلنا لاخر السنه يا حس. خلصت بسرعه قوي. ايه رايك في السنه دي بجد؟ والله هي كانت سنه جميله بصراحه لغايه اخر شهرين. بص انا كل مثلا حد يقعد يقول لي السنه دي كانتش احسن حاجه. على فكره الكلام ده من 2012. دي حقيقه. احنا في نفس الحته. معرفش فعلا ولا اللي هو يعني بنفتكر الحاجات الوحشه، بتقول لي اللي حصل السنه دي بتفتكر الحاجات الوحشه بس. فمش يعني مش عارف، انا بالنسبه لي السنه دي كانت عاديه. انت قصدك اخر شهرين على موضوع غزه؟ على موضوع غزه بصراحه دي جت قفلت السنه قفله وحشه طبعا. بس لو هنتكلم بقى في السنه، ما هي سنه عاديه يعني، يعني فيها نجاحات وفيها اخفاقات. انت كانت ايه نجاحاتك؟ ان انا بدات اليوتيوب. صح، ده من ضمن النجاحات اكيد. ونجاح ان انا بدات معاك برضو ده نجاح تاني في اخر شهرين. بس والواحد بيتعلم يعني. انا حاسس ان هو مفيش حاجه معينه هقدر اقول لك ان دي ان دي السنه دي صح، غير بقى الحاجات الكبيره، اتجوزت خلفت بتاع، لكن غير كده ما حصلش. مفيش حاجه من دي حصلت. غيرت موبايلي مثلا، ده نجاح ولا اخفاق؟ سنه جنال وغير موبايل، فاهم؟ ده 5-6 سنين نجاح يعني. ده نجاح بالنسبه لي حدث، مش موضوع نجاح، حدث، فاهم؟ انت غيرت موبايلك؟ لا انا زي ما انا. انت بتغير اسرع مني يعني 3-4 سنين بالكتير في الرينج ده يعني. ما غيرتش؟ مش هتغير عربيتك؟ لا باللي بيحصل دلوقتي بالاسعار دي، لا انا قاعد شويه يعني. صح. في بروجريس. وعمال ممكن نتكلم عن الموضوع اللي حصل في العمله ده. يعتبر اخفاق كبير جدا لينا كلنا. خلي بالك في رجال ناس فوائد يعني، الناس اللي هي بتقبض العمله الصعبه. بس ده قليلين قوي على فكره، مش قليلين. الناس المغتربين كلهم دخلهم زاد. دي حقيقه صح. يعني انا ليا ناس صحابي مثلا في الريل استيت بيقول لك ان دلوقتي 80% الناس اللي بتشتري هي الناس اللي قاعده في الخليج. طبعا، لان هو خلاص بالنسبه له الارقام دي حاجه رخصت. ايوه صح، غليت بس رخصت، غليت علينا احنا، لكن هو بالنسبه له لو بيقبض بقى بالريال ولا بالدولار ولا ايا كان، هو الرقم نفسه انفستمنت عظيم طبعا. صح. فبيقولوا لي بتوع الخليج بالذات يعني هم اللي بيشتروا جدا عقارات اليومين دول في مصر يعني. ومن زمان اصلا موضوع العالمين والحاجات دي كلها معموله عشان الفئه دي يعني. طبعا دول يعني الناس بيتارجتوا جدا، بس السنه دي زادوا، وكل ما العمله بتقع كل ما هم بيزيدوا يعني. صح. وزي الاستثمار اللي بيجي من بره يعني. لو واحد جاي يستثمر من بره طبعا فكره العدم الاستقرار اللي في العمله ده مخلي فيه قلق، لكن مجرد ما يبقى فيه استقرار مع سعر العمله الواطي، فمفروض ان هو بيشجع الناس اكتر يعني. تمام. انت بقى بالنسبه لموضوع اهداف السنه، وعملت ايه السنه دي وهتعمل السنه الجايه، انت اصلا مقتنع بالفكره دي؟ مش معنى تبقى دي النقطه ان انا ابدا ارجع منها واطلع يعني، فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. عامه انا كنت يعني، انا عامه طبيعتي ان انا بحب دايما اخر كل سنه ابص على السنه اللي فاتت. اوكي. واشوف يعني انا عايز اروح فين. بس عمري ده انا دايما بحس ان دايما بيبقى فيه كده زي ما تقول حاجه مختلفه في اول السنه. احس فيه حماس غير مبرر. يعني هو ملوش اي لازمه ملوش اي داعي، بس دايما بيبقى فيه مش اي منطق يعني. وتلاقي مثلا النوت بوكس بتتباع اللي هي بتاعت السنه الجديده 2024 وبتاع وكده، وازاي بقى تحط اهدافك للسنه والكلام ده كله. ايوه. وانا برضو من الناس بصراحه اللي بعمل ده يعني. مش بقول ان انا ما بعملش ده خالص، بالعكس انا ممكن اكون بريفلكت اكتر على السنه اللي فاتت اكتر من ان انا بعمل حاجات للسنه الجديده يعني. اوكي. يعني انا فاكر من الحاجات اللي ضايقتني جدا مثلا اول السنه دي اللي هي اول 2023، لما بصيت على 2022 لقيت نفسي مثلا ما سافرتش ولا اي حته يعني، ما طلعتش بره القاهره. فحسيت ان انا ما سافرتش ولا حتى انا مع بابا ولا اي حاجه يعني، ولا صحاب ولا اهل ولا اي حاجه خالص. فديت يعني انا كنت ساعتها لسه مخلف بنتي الثانيه. فكان ايه الموضوع، هي جت في شهر 6، فالموضوع ايه اخر 6 شهور دول كنا متسحولين خالص. واول 6 شهور بقى كنا ملهين ولا ايه، حمل بقى والجو ده. فدي حاجه من الحاجات اللي انا ركزت فيها قوي اول السنه دي، وقلت لا انا السنه دي عايز بقى يعني اعوض بقى. فالحمد لله سافرت كذا سفريه. ففكره ان انا مش بس ان انا بحط اهداف، انا ببص ايه اللي حصل السنه اللي فاتت، وايه اللي انا عايز اعمله اكتر، او ايه الحاجات اللي انا كنت بركز عليها السنه اللي فاتت، هل هي مفيده ولا لا. أوكي. يعني ببص عليها من الحته دي. اوكي. بس سؤالك صح جدا ان هم مفيش سبب معين يخلينا في اول السنه. يعني اشمعنى؟ هل انت عمرك حطيت اهداف للسنه لا عمري ما فكرت طريقه. تخيل
والله يعني ولا بصيت على عادي. السنه اللي فاتت ولا يعني لو حد سالني ممكن افكر، لكن انا مع نفسي كده طب السنه اللي فاتت دي كانت عامله ايه بالنسبه لك؟ كانت عاديه زي اللي قبليها زي اللي قبليها زي اللي قبليها. والله يعني مفيش حدث فعلا فظيع حصل لي يعني. هي دي حقيقه الحمد لله. عموما دي حاجه، دي برضه نعمه الحمد لله طبعا. يعني انت ان مفيش حاجه وحشه حصلت، دي نعمه طبعا بالظبط. كبيره. دايما بتحس ان في كده حته اللي هو العادي، يعني العادي ده بحس العادي ده جميل. نعمه بصراحه. الحمد لله، بالذات بعد اللي شفناه ان ممكن الناس اصلا يبقى العادي بالنسبه لهم دي حاجه صح صعبه المنال صح. يعني. فبالنسبه لنا العادي ده حاجه حلوه الحمد لله يعني. ان احنا قادرين نخرج نسافر زي ما انت بتقول. انت كنت بتقول انك ما سافرتش فاهم، انت قمت السنه بقى اللي بعديها يعني ما سافرت عادي، ما انت قمتش ولا حاجه، سافرت يعني سافرت كتير قضيتها كتير. سافرت بره مصر صح؟ لا بل اللي بيحصل ده ما فيش ولا عربيه ولا بره مصر ولا صعب قوي. لكن سافرت بقى جوه بقى الساحل السخنه بتاع الغردقه كده يعني العادي بتاع طبيعي. اوكي. لكن هي فعلا كانت سنه غريبه في النص ان ولا سافر يعني. على الاقل كل واحد ممكن يسافر له مره بس ولا حاجه خالص كده مقضيها في القاهره بس. دي فعلا انا ساعتها حسيت حاجه ممله صح. حسيت ان انا بعد ما ان انا ما كنتش حاسس كده بس اول ما السنه خلصت ايه يا جماعه ده انا ما لحقتش. اوكي. فكانت فكره ان انت اللي هي زي ما ريزولوشن بتاع السنه يعني. فاهم. بس هو اصلا يعني انا بحس لو مثلا سالت الناس، يعني احنا مثلا قاعدين مثلا 10 بني ادمين دلوقتي مع بعض وحد سالنا انتوا نفسكم في السنه الجايه، كل اجاباتنا هتبقى شبيهه. ان الناس كلها في الاخر عايزه يبقى في بروجريس في الشغل، يبقى في يطوروا نفسهم، يدخلوهم يزيد الحاجات اللي هي كلنا نفسنا فيها. فانت عندك حاجه مختلفه معينه عن الحاجات دي تتمنى تحصل في السنه الجديده؟ لا انا عن نفسي لا. انا بحس الحاجات المختلفه دي عن نفسي عادي وليدة اللحظه. اوكي. يعني عمري ما هاجي اقول انا عايز اعمل حاجه معينه غير لو هي حصلت فجاه. يعني مش شرط تبقى موجوده في راس السنه. يعني دي حاجه مش ما لهاش علاقه بالحاجه التانية. يعني مثلا بدات افكر في موضوع اليوتيوب ده في شهر 2 او في شهر 1. فلو انا جيت نفس القعده دي بتاع السنه اللي فاتت عمري ما كنت هقول لك ان انا عايز اعمل حاجه زي كده صح. لكن فجاه في شهر 1 جه، مع ان فرق مثلا قليل 20 شهر 20 يوم ولا شهر حاجه كده يعني. وغير بقى الفكر كله وغير التفكير كله والكلام ده كله وبدات افكر في حاجه تانية. طيب في ناس بتحط اهداف كبيره عايزين يعملوها في السنه الجديده وهو مفيش اي ريفليكشن ليه النهارده انه ممكن يعمل كده، فاهم قصدي؟ يعني دي تبقى محتاجه حاجه. يعني مثلا انا ما اقدرش اقول لك انا مثلا عايز خلال 2024 ابطل السجاير وانا بشرب علبتين دلوقتي. مفيش اي تقدم حتى لو بطيء. حاجه تبقى غير منطقيه. او انا مثلا عايز اقرا 20 كتاب في السنه وانا عندي كتب دي ولا قريتش ولا واحد مثلا فيهم. او انا عايز مثلا اخس 20 كيلو انا تتخننهم السنه دي وانا عمري نزلت جيم وباكل الساعه 4 بعمل كل الحاجات الغلط اللي تؤدي ان انا اتخن زياده. صح. فانت شايف اصلا ان ده صح؟ انا شايف ان ده بتبقى حاجات خياليه محدش بيعملها حاجه والناس بتتحمس كده في الاول تقعد تكتب حاجات ويشترك في الجيم وما يروحش وينزل معرض كده في شهر 1 يشتري كتب قد كده وما يقراهاش. صح. ومثلا اللي مقصر في واجبات الدنيا يبدا ينزل يصلي في الجامع وبتاع اسبوع وبعدين ما يصليش تاني خالص. فاهم؟ انا مقتنع جدا باللي انت بتقوله. عامل زي رمضان. فكرني ايه برمضان لما كلنا بنسخن كده في اول يومين وبعد كده بنرجع عادي. يعني الصح ان انت في اخر 10 ايام على الاقل لو انت هتسخن فيهم يعني بالظبط. لكن احنا فعلا او خليك عادي يعني خليك عادي عشان تسخن طول الشهر. صح. صح. عامه في فيديو كنت عملته برضه بيتكلم عن الموضوع بس لسه ما نزلش. اوكي. بيتكلم في حته ان انت مش لازم يعني غير ان انت كده مش لازم تبدا اول السنه يعني انت ممكن تبدا في اي لحظه. اوكي. بس فعلا بيتكلم في فكره ان انت الاهداف الكبيره قوي اللي بتحطها لنفسك دي هو المفروض اصلا ان انت ما تمشيش ورا هدف معين. يعني قريت كده حاجه كانت عجبتني بصراحه، فكره ان انت ما تاخدش الموضوع من ناحيه الاهداف، خده من ناحيه السيستم بتاع حياتك. يعني العادات يعني العادات تظبط سيستم حياتك على الحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني انت بيقول لك خد الهدف ده، احنا دايما واخدين الهدف ده كايه كحاجه انا عايز اوصل لها. لا يقول لك الهدف ده مش الحاجه اللي انت عايز توصل لها، الهدف ده البوصله بتاعتك مش ان انت توصل له. يعني مثلا انت بتقول عايز اخس 20 كيلو، مش منطقي ان انا الهدف بتاعي ان انا اخس 20 كيلو، لان انت عشان تخس 20 كيلو انت محتاج تعمل حاجات تانية كتير قوي. صح. زائد ان انت عمرك ما هتكون مبسوط وسعيد في حياتك غير لما تخس ال 20 كيلو. لكن انا لو انا قلت انا هدف يعني الطريق اللي انا عايز امشي فيه ان انا اخس ال 20 كيلو، طب عشان امشي فيه اعمل ايه؟ هبتدي اظبط اكلي، ابتدي انزل مثلا العب رياضه مش عارف ايه الكلام ده كله. فظبطت جدول او حياتي عامه على اللي انا عايز اوصل له ده او على الطريق اللي انا عايز امشي فيه ده. فده هيخليك مع كل يوم بتعمل الحاجات دي بقيت مبسوط. صح.
حتى لو انت ما وصلتش دلوقتي انت كده كده مش على الطريق الصح، هتوصل في يوم من الايام هتوصل، بس حياتك نفسها اختلفت عما انت عايز بس تروح للهدف ده. وحاجه تانية ان انت لو عندك هدف ان انت بتخس ال 20 كيلو، ممكن اول ما تخسهم تحس ان انت حققت الهدف فترجع تخنهم تاني. لكن لو عملت السيستم هيخلي الموضوع مختلف، لان انا مش هدفي ان انا اخس ال 20 كيلو، انا هدفي ان انا اعيش حياه صحيه مثلا. فبقى كده كده هتوصل لنفس الهدف، هتخس ال 20 كيلو. بس فرق بين ان انت عندك هدف بس عمال بتجري وراه ومش شايف اي حاجه تانية، وبين ان انت بتظبط الحياه على اساس الطريق اللي انت عايز تمشي فيه. وانت في الواقع مش بتجري وراك، مش هتبقى بتعمل حاجه. لا ممكن تقرص على نفسك زياده. فكره ان انت مش فتره معينه قوي يعني. انا بحس كده انها هتاخدك حماسه البدايات، والحماس الزايد هيركبك صح لمده على شهر 2 هتكون بطلت كل حاجه. ده 100% صح منطقي جدا. هو ده عشان كده بقول لك من موضوع تهدى على نفسك، تعمل سيستم، تعمل نظام لنفسك. يعني انت عايز تقرا 20 كتاب، اشرح لي اكتر. يعني تعمل سيستم اللي هو تعمل ايه؟ دي حاجات تشوف العادات اللي هتوصلك للهدف ده وتبدا تحطها في يومك ببساطه جدا. يعني انت بتقول عايز تقرا 20 كتاب، هدف جميل، بس انت ال 20 كتاب دول انت لما تبص عليهم كده ده رقم كبير جدا، او رقم كبير حتى لو انت مثلا او بتقرا جديد 12 كتاب 12 كتاب. طب ليه ما تقولش والله عايز اقرا كتاب في الشهر؟ طب انا اقرا كتاب في الشهر ازاي؟ ده انا هقرا 60 70 صفحه في الاسبوع. طب ليه خليني اقرا 60 70 صفحه في الاسبوع؟ ان انا مثلا اول ما اصحى 10 صفحات في اليوم، اقرا 10 صفحات. اول ما تصحى تعمل عاده لنفسك تقرا 10 صفحات. طب هل ده اصلا منطقي وانا النهارده ما وراش خالص؟ ما انا حاسس دي حاجه غريبه مش هتحصل. لا طبعا مش. انا لازم احط اهداف صغيره. ايوه صح، لازم تبدا يعني باقل. يعني ما ينفعش يعني اقول مثلا ان انا هقرا صفحه في اليوم، ومع ان الصفحه دي ممكن تبقى قليله صح بالنسبه لي جدا، بس التزم بيها. تلتزم بيها صح طول السنه. صح. فلو قريت 4 كتب ولو لقيت نفسك مشدود كمل. يعني ممكن كتاب ياخد قعدتين مثلا لو انت لقيت نفس الصفحه دي خلصت وعايز تكمل ومبسوط باللي انت بتعمله، خش يا عم في ال10 صفحات. بس على الاقل دماغي ان انا الهدف بتاعي على الاقل صفحه. على الاقل صفحه صح. انا مقتنع جدا بكده. اوكي. بس انت لو عملت حاجه زي كده على مدار السنه، بحس ان هي انت دايما بيبقى عندك احلام بقى ان انا اخلص السنه دي وانا عامل اللي ما اتعملش. بس دي حاجه مش منطقيه، لان انت ما عملتش السنه اللي فاتت، ما انت كان عندك السنين اللي فاتت دي كلها وما عملتش اللي انت عايز تعمله. فلازم فعلا عشان كده احنا نقول اللي ممكن يتعمل بقى. صح. يعني هي الناس ما كانتش بتعمل عشان اللي احنا قلناه. صح. ان هم كانوا بيحطوا اهداف كبيره وبيتحمسوا ليها بزياده. أيوة. وبيجروا عليها، وفي الاخر الحماس بينطفي. انا بقول لك بتفكرني قوي برمضان، دخلتنا كلنا بالجامع والمصاحف والسبح اول اسبوع، وبعد كده بنبدا فاهم بنصوم بالعافيه. يعني تلاقينا شويه بتفطر بقى، يعني نص ده كمان يفطروا مش هنيجي بيكملوا صيام. هو فعلا الموضوع يعني. وطب هل انت بقى تستغل يعني فكره ان انت دايما في حاجه بتقول لك ايه تبدا دلوقتي ما تستناش بقى اول السنه؟ معايا سبحه في جيبي، انت عايز اعمل فلاش في رمضان في العربيه تحت خشيه مش هتفضل على لحد رمضان. كمل. انا والله خدتها من البيت عشان ما تضيعش عشان رمضان الجاي ما يعني انت بقى فكره دلوقتي احنا دلوقتي خلاص في اول السنه كده كده. اوكي. فهل فكره الرياح التغيير اللي حوالينا دي بقى ما بتشجعكش ان انت تبتدي تفكر بقى طب انا عايز اعمل ايه، عايز اروح فين في شغلي، عايز اعمل ايه في حياتي، عايز ابقى اشوف الدنيا ماشيه ازاي الكلام ده؟ اصلا انا دايما في حاله ان انا مثلا بدور على شغل. يعني مش بدور على شغل، ما بدور على شغل، بشوف ايه السوق حواليا في مجالي عامل ازاي. أوكي. بشوف رينجات المرتبات مثلا في الحاجات المماثله للشركه اللي انا فيها كام، فاقدر اشوف. بس طول السنه بتعمله؟ انا مش طول السنه، شغال طول السنه، بس دايما في بالي ان انا اعمله. فتلاقيني مثلا دخلت كده على لينكدين وقعدت ادور قوي، او سالت الناس اللي حوالينا، سالت الناس اللي مشيوا، سالت فاهم. بس ما يبقاش ليه علاقه ببدايه مش شرط اكون بدور على شغل اصلا، ببقى عايز اعرف بس ايه في السوق عامل ازاي، انا فين. فاهم قصدي. بس ده ملوش علاقه ببدايه السنه، يعني مش بس بتعمل كده في اول السنه. لا خالص مالوش علاقه. انا بجد الموضوع ده مش عندي خالص. موضوع ابطل السجاير اكون انسان جديد بتاع شعمولة ده مش الاول يناير خلاص اشيل حديد. انت عادي بعمله في اي وقت. يعني انا بحس عامه فعلا طول السنه بيفرق، وبحس زي ما بقول لك بحس انت قلت حاجه حلوه في اول فيديو ان هو ممكن تجي لك كده دلوقتي، فاعملها دلوقتي في شهر 4 عادي. صح؟ لو عندك شهر 4 عادي ولا لازم تستنى؟ لا استنى 8 شهور عادي. صح؟ انا مقتنع بكده بصراحه. مقتنع انت فعلا لو عايز تبدا اي حاجه ده على طول. يعني وحتى في ناس تستنى. هي المشكله كمان مش في بس كده، ان انت دايما بتستنى الظروف تتهيأ للي انت عايز تعمله. صح. يعني انت لو عايز مثلا تشترك في الجيم مثلا وانت في نص الشهر، هتستنى الاول الشهر عشان تقبض وتروح تشترك. طب يا عم العب ضغط في البيت. يعني ما هو الجيم، يعني الجيم مش هدف.
انت الهدف ان انت عايز تلعب رياضه، صح. انزل اتمشى تحت البيت مثلا بس بكل بساطه مثلا. فزي ما انت بتقول فعلا لما تحط اهداف صغيره جدا لنفسك. انا برضو والله بجد من الحاجات اللي قريتها نفس اللي انت قلته ده بالظبط، ان هي العاده بتكتسب من ان انت تعمل الحاجه دي حتى لو انت ما عندكش وقت، اعملها 5 دقائق. يعني لو انت عايز تلعب رياضه بس كل تبقى يوم صغيره وتقدر عليها، لازم على الاقل فعلا تحط هدف صغير جدا، علشان لو انت ما عندكش وقت خالص تعمله، ولو عندك وقت تزود وتبدا جنب بعض. يعني تبدا تزود، يعني مثلا انا عايز اخس 20 كيلو، فاول شهر مثلا هبطل اكل بالليل مثلا. فافضل ملتزم ان أيوة. انا مش هاكل بعد الساعه 8 لحد ما تبقى دي خلاص انت واثق من العاده دي. بالظبط بقت عاده. أيوة. خلاص ما بقتش مضايقاني. صح. الشهر اللي بعده هبطل مثلا صودا. صح. الشهر اللي عملت كله مع بعض الشهر اللي بعده انزل الف حوالين البيت، انزل اتمشى في الجنينه اللي تحت. صح والله. صح فاهم. صح انا مقتنع جدا لان فعلا ساعات كتير بعمل حاجات غير كده، يعني بلاقي مثلا وهتلاقي التغيير بدا يحصل عليك فهتنبسط وتتشجع اكتر. ايوه. ومن غير ما تحس ان انت بتعمل مجهود فظيع. صح. فاهم. مقتنع بكده فعلا. يعني انا شايف كده، يعني انا شايف ان هي ممكن تمشي بالطريقه دي، لكن فجاه اخش ادفع اشتراك جيم سنه وما اروحش غير مره. ده حاجه طبيعيه جدا مع الناس كلها. حماسات 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 وفي الاخر ما بتعملش حاجه وده بيجي باحباط عامه، ان انت بتيجي في اخر السنه بتلاقي لا بتفطر كده، عارف بيحصل فطور خلاص شويه مش فارق معايا. انا بجد لو عندي حاجه عايز اعملها السنه دي، ما وعدكش ان انا يعني ما وعدكش ان انا هعملها قوي، بس عايز ابدا اذاكر اقرا كتاب القران كتدبر. والله هدف جميل. الموضوع ده على فكره مش سهل خالص. لا خالص بالعكس. يعني اولا ده اعظم كتاب يعني دي حقيقة في الدنيا. صح. اعظم كتاب نزل علينا في الارض. صح. بالحاجات اللي لسه هتتالف تاني، ده اعظم كتاب. فالكتاب ده انا عايز افهم معانيه، يعني افهم في حاجات كتير قوي احنا مش فاهمينها وبنقرا واحنا مش الموضوع ده مش سهل، خلي بالك. وان انت كذا من اللغه العربيه لازم تبقى التفسير من الناحيه اللغوي، فبالتالي تفسير المعاني. وبعدين القران فيه يعني قصص وحكايات الانبياء، فانت الريفليكشن بتاعها ايه؟ ما هي القصص دي يعني ربنا مش حكى لنا عشان يسلينا، يعني ليها هدف في حياتنا. صح. فلازم تفهم الريفليكشن اللي عايزه من القصه. فالتدبر مش سهل. لا خالص بالعكس. وانت اصلا كمان بحس القرايه بتاعت الحاجات دي ما بتبقاش سهله زي ما احنا فاكرين. يعني طبعا. ممكن تبقى انت بتحب مثلا تقرا روايات، تحب تقرا حاجات تاريخيه بتاع الحاجات دي ممكن تبقى فيها شويه متعه كده، بتسرع بخيالك بتاع بالزبط. لكن الحاجات اللي فيها مش تكنيكاليتيز عموما او حاجه محدده قوي على حاجه معينه، فبتحس ان هي فعلا بتستهلك جزء كبير من المخ وانت بتقراها جدا. فانا مثلا لقيت ان هو 600 صفحه، فلو انا قدرت اتدبر صفحتين في اليوم، ودي حاجه المفروض انها ما تبقاش صعبه خالص، فاقدر اعملها. يعني والله بحاول. انا حاسس ان برضه ممكن ما اكملش او ممكن الدنيا تاخدني، بس هدف حلو. لا بصراحه هدف حلو ان انت فعلا تخش بيه اول السنه. بالعكس ده من الحاجات فعلا الكويسه. يعني دايما حاسس ان احنا ناقصنا موضوع التدبر ده، وحاسس ان احنا نفهم عامه. دي حقيقه. لان احنا يعني برضو انا بحس بالذات في موضوع القران ان احنا المفروض ان احنا نعمل بيه، مش بس ان احنا نقراه يعني تفهموا. طبعا ده خطوه اولانيه، بس هو الهدف في الاخر ان احنا نبقى بنعمل يعني حياتنا عامه قايمه على ده. ان انت بتشوف ازاي الناس بتتعامل مع بعض، ازاي الناس بتتعامل ازاي هم لوحدهم وهم مع الناس والكلام ده كله. عاداتك وتقاليدك نفسها وانت بتتعامل مع الناس، ما فيش بقى جو بقى النميمه والحاجات. احنا يعني كلنا ما بنعملش بده، وده مع ان ده المفروض هو ده الصح، وده اللي فعلا بقى البوصله بتاعتنا في الحياه عموما. يعني لازم نبقى فاهمين، ولازم نبقى عارفين. لو قدرت تمشي عليه ده هترتاح حلال يعني. اكيد صح. لان انا بحس في الاخر ان الموضوع مالوش يعني انت مهما عملت ومهما حققت ومهما حطيت لنفسك جداول وخطط والكلام ده كله، بيبقى فيه كده من جواك راحه نفسيه لو انت بس مجرد ان انت قريب من ربنا. فكره ان انت لو انا فعلا بعيد عن ربنا والدنيا واخداني في الدنيا بقى، وعمال بحاول بروح وباجي وبكافح ومش عارف ايه، دايما هتحس ان حاجه ناقصه. هتحس دايما ان انت بتجري ورا سراب، انا مش قادر اجري، يعني مش عارف اعمل ايه زياده. فبحس ان الطمأنينة اللي بناخدها بقى سواء من الصلاه ولا من قراءه القران ولا الحاجات دي كلها، هي دي اللي بتهديك بقى. خلاص انت عملت اللي عليك، بتخليك دايما
يعني شايف الحاجات في موضعها شويه. صح. الدنيا دي في الاخر حاجه فاهم. لينا هدف في الاخر وفي مكان تاني رايحينه. دايما لما بتفكر نفسك بالحاجات دي صح بتهدى يعني فاهم. بتحس ان هو ايه معاك جدا. فانت مثلا النهارده في صراع بينك وبين زميل في الشغل على خناقه وبتاع، فاللي هو يا عم فاهم مش مستاهله خالص. صح. مش مستاهله مش عشان احنا ميتين والكلام ده، عشان هو الرزق على الله. صح اصلا صح فاهم. ايوه صح ايوه بالظبط. مثلا هي دي الفكره. انت ممكن تقعد تشتغل وتنحت وبتحاول قد ما تقدر بس حاسس ان هل انا بعمل اللي في سؤال اسئله عمرنا ما هنعرف نجاوب عليها. هو انا بعمل كفايه ولا لا؟ طب هل المفروض اعمل حاجه زياده، اعمل حاجه ناقصاني، اشتغل على نفسي شويه؟ الاسئله دي كلها عمرنا ما هنعرف اجابتها لان صح. هي انت مش عارف النتيجه بتاعتها. دايما بتعمل الحاجه وبتشوف نتيجتها بعد فتره، يعني اللي محظوظ بيشوف نتيجتها بسرعه، لكن الطبيعي ان انت بتاخد في اي حاجه على الاقل شهر ولا شهرين. فانت الشهر والشهرين دول عمرك ما تبقى مستريح غير لو فعلا انت خلاص فوضت امرك بقى لربنا. يا رب انا بعمل اللي عليا، ايه اللي فيه الخير بقى اعمله لي ايا كان هو ايه بقى بالظبط. فهي بحس لا فهدف اشجعك عليه جدا والله. احس هدف جميل. وفكرت في حاجه تانية كده ان انت انا لو عملت الموضوع ده كل يوم الصفحتين احاول اكافئ نفسي بحاجه. ان شاء الله يا عم تجيب حاجه حلوه تاكلها، تتفرج على فيلم انت بتحبه بعد ما تخلص، تقعد تلعب جيمز. يعني النقطه دي برضه هتشجعك اكتر انت تكمل على الهدف، على الحاجه اللي انت ماشي عليها. حاول تكافئ انك بتعمل اللقطه دي مع نفسك. بحاول بس انا بحاول على قد مش يوميا، على قد ما هو ممكن يبقى اسبوعيا اكتر. يعني مثلا باجي انا دايما بحب اجي كده على اول الاسبوع بشوف مثلا ورايا حاجات معينه عايز اخلصها، فلو خلصتها بيبقى المكافاه ان انا بريح مثلا يوم. لكن المشكله برضو في حته تانية ان انا لو ما خلصتهاش فبضطر ان انا الاقي نفسي داخل من ده على ده. اوكي. ودي حاجه عامه بتخلي الموضوع برضو ان في حته بقى البيرن اوت بقى بتاع الحياه عامه. فتيجي بعد شهر ولا حاجه لو انت ما ريحتش او ما كفيتش نفسك زي ما انت بتقول، بتحس ان الموضوع بقى خلاص انا عايز ده بيحصل لي جدا. تعبت قوي ومش قادر ووصلت لمرحله لو خلاص بقى انا تقعد لك ممكن بدل ما تاخد اليوم ده وتريح نفسك هتلاقي مثلا خدته 3-4 ايام اسبوع وتبقى مش قادر تبدا تاني والكلام ده كله. الموضوع ده بيحصل لي على طول. فمهم قوي ان انت فعلا تكافئ نفسك بس يوميا. حاسس ان يوميا كتير. يعني ما انا بقول لك ان شاء الله يعني مثلا تجيب مثلا حاجه تشربها، يعني تبقى حاجه بسيطه يعني ممكن فعلا عامه. لا بس دي حاجه مهمه طبعا حته. ولو ما عملتهاش فما تجيبش الحاجه فتعتبر بتعاقب نفسك. فدايما تبقى ريمايندر ليك كده ان انا اصل موضوع الابلكيشن كده في ناس بياكل معاها جدا. نزلت حاجات كتير قوي عمره يعني عمري ما مشيت عليه. نفسي انا ببقى نفسي امشي عليه يعني. فكره في ناس بينفع معاها يعني انا نفسي بجد. انا من جوايا ببقى نازل ابلكيشن. ومره حتى اشتركت من الحاجات اللي هي بقى بفلوس قلت انا هلتزم وبتاع. انا مش قادر يعني في هو برضو هي موضوع عاده ان انت تبقى بتفتح الموبايل عشان مثلا تشوف الابلكيشن فتحدد لنفسك مش عارف ايه وتفضل. خلي الموضوع برضو يبقى فيه داتا انتري في الاول ان انا مثلا عايز اعمل حاجه معينه كل يوم فتبدا تحطها اصلا على الموضوع. دي حماسه البدايه. فبحس دايما بتبدا كويس وبعد كده بلاقي الموضوع ما شويه راح تعمل النوتيفيكيشن بتاعته وراح دماغك منه. ايوه شويه انا ماسكه خالص بالظبط فاهم. فالابلكيشن ده عمرها ما كانت معايا اصلا خالص. وهي اصلا موجوده على الموبايل من غير ابلكيشنز يعني ريمايندرز الحاجات دي فاشله يعني. لا برضه ما في ناس بقى يقعدوا عارف يكتبوا مسجات لاذعه على نفسهم. قوم يا ابن الكلب اعمل كذا. لا عمري ما والله في ناس اللي هو تهزيد اللي بيجيب معاهم مثلا هقوم ففي ابلكيشنز كده مثلا لك انا ما بتاكلش معايا خالص. انا برضو الحاجات دي موضوع المكافاه والعقاب ده ممكن ياكل اكتر. تعرف انا ايه بقى اللي بياكل معايا قوي بصراحه؟ فكره ان انا على ورقه وقلم عادي جدا او كاتب اللي ورايا واعمل جنبه كده مربع فاضي واخلصه واعمل صح. بتغسلني من جوه والله العظيم. الصح دي بتغسل ليست يعني تو دو ليست دي اعملها ورقه وقلم مش محتاج بقى اي حاجه خالص. بحب جدا لو عامل صح او امسحها او يعني اشطب عليها بتاع. الحاجات دي بتحسسني كده بالاتشيفمنت انا حققت حاجه النهارده جدا. فدي حاجه بصراحه دي من الحاجات اللي انا شخص كلاسيكي شويه. انا احب الورقه والقلم وانا عامه زي واقعد كل يوم كده اكتب الحاجات اللي ورايا. انت بتشوف التحضير انا ماليش في موضوع الموبايلات ده خالص. انا برضو بصراحه في القصه دي يعني دي حقيقه. مع ان هو على فكره مفيد يعني. الموبايل منجز اكتر طبعا منجز اكتر وتقدر ترجع له لو في حاجه. بس انا عمري ما وصلت ان انا عايز ارجع له. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي بتخليني طب هو مفيد ولا لا. يعني بحس الحاجات المفيده اللي فيه انا ممكن مبقاش محتاجها
يعني عمري ما حسيت ان انا عايز ارجع اشوف حاجه عملتها من اسبوعين ما جاتليش يعني ممكن اسيف لينك معين لحاجه بخش اشوفها كتير، لكن انت كورقه وتاسكات وكده انا خلص اليوم واقفل والسلام عليكم وخلاص وارميها في الزباله يعني بالظبط. طب نلخص اللي قلناه سريعا. طب انا هسألك سؤال قبل ما نلخص. ماشي. شايف ايه العادات اللي محتاج اي حد عامه يبقى لو مش عنده لازم يبتدي يخليها عنده؟ خلي انا بعمل فيديو دلوقتي برضو عن موضوع العادات، وشفت عادات كتيره قوي بقى وعادات غريبه الناس بتحطها لنفسها في اول السنه. بس انا يعني بيعملوها ولا ده المهم؟ ما حدش بيعمل الحاجات دي عامه يعني، نادرا ما حد بيعمل حاجه كده. والله شفت قبل كده حد بيقول لك انا هصور كل يوم صوره مثلا لعيالي مثلا، فيبقى عنده اخر السنه 365 صوره لعياله او ليه هو وعياله مثلا، حاجه زي كده. هدف غريب مش تقليدي. وهدف مش هو بس فكره ان هو عايز يشوف التطور بتاعهم، عايز يقضي معاهم وقت اكتر. انا ممكن يعدي عليا يومين ما اشوفش عيالي يعني. ما هو ده بقى الهدف ده يخليك تشوفهم. انا بنزل هو نايم الصبح بدري، في ايام بقعد في الشغل طول اليوم مثلا، في يومين 3 بسافر، في ايام مثلا مراتي بتقعد عند اهلها، في حاجه كده برضه. خلي بالك الحاجات دي، ما انت لو قلت كل يوم لازم تدي لنفسك برضه براحه. اكيد في ايام هتبقى مش هتعرف تحققها، بس على الاقل يعني مثلا هم 365 تبقى عندك 300 صوره مثلا اخر السنه مثلا يعني. ده هدف جميل قوي. انا اي حاجه مع العيال مع العيله تضعفني. دي حقيقه. مع العيال اوكي طبعا العيله مش تصدرناش في ده شيء اشمع. معلش عشان تسكتش على واحده. انا قلت لك العيله انت اللي الفيديو بتاع الهدايا ده انا بهدل عليه اللي هو كله بتاع يعني، حسيت ان كله كده. ما مش يعني قلت حاجات بتحصل يعني. فانت كنت سالتني ايه الاهداف اللي انت شايف ان المفروض لو حد مش عنده العادات دي يحاول يعملها اهداف ويحققها في سنه 2024؟ في الاخر هتلخص 3 حاجات: اهداف دينيه، اهداف صحيه، اهداف عمليه. صح. كل دول بيحصل فيهم بروجريس بس كل واحد بقى على حسب حالته. اللي يخس اللي عايز رياضه يلعب، اللي ما بيصليش يصلي، اللي ما بيقراش قرآن يقرا صفحه في اليوم، اللي ما بيطلعش صدقات يطلع عشان ربنا يكرمه اكتر. صح. كل واحد على حسب هو بيعمل ايه وبيعملش ايه. تبدا تاخد كورسات لو انت محتاج كورسات، تبدا لو انت كاريرك ده مثلا شايف انه كمان 5 سنين مش هحقق لك حاجه، مش هتحرك فيه قوي، لازم تبدا تشوف حاجه تانية. تبدا تدور على شغل جنب شغلك، تبدا لو عندك وقت فاضي تعمل بيزنس. لازم يحصل تبقى في دماغك بروجريس في ال3 حاجات دول. اتفق معاك جدا بس الجزء العملي والاسري طبعا مهم. كنت لسه اقول لك حسن علاقتك العلاقات مع، وكمان مش اسري بس، واصحابك وعلاقتك بالناس عموما. كنت شفت كده. انا بصراحه حاسس ان الدنيا دي عندي ساتيسفايد. بس مش كل الناس كده، بس يعني دي حقيقه، بس مش كل الناس كده. بس انا كنت شفت يعني مش عايز اعمل فيها حاجه يعني، مش عايز ازود علاقاتي، مش عايز اصالح حد يعني. ممكن تحسنها ان انت مثلا بتشوف صحابك مره، بتسافروا مع بعض مثلا مره في السنه، طب ما نسافر مرتين وننبسط ويبقى البوند بينك وبين صحابك عامه اقوى. وبرضه في حاجه تانية انت مش عارف برضه ممكن تبقى مهمه ولا لا، ولا ازاي تحط لها اهداف اصلا. فكره ان علاقتك بنفسك، في ناس كتيره بتبقى بالنسبه لها انا برضه جميع الناس اللي حواليا كلهم، بس مثلا باجي على نفسي، فممكن ده برضه يبقى هدف من ضمن الاهداف. بالنسبه لي ما عملتش كده عشان ما كنتش كداب يعني. والجزء العملي برضه انا حاسس ان هو متشعب جدا يعني. هو في الاخر الطبيعي ان انت عايز تروح شغل احسن، عايز تشوف كارير احسن من اللي انت فيه او الكلام ده. ممكن تبقى كذا حاجه تانية. ايوه بالظبط. لكن في حاجه تانية بقى، تتعلم مثلا انجليزي. لو حد بالنسبه له الانجليزي مش اقوى حاجه، ده شيء لازم تعمله. وناس دلوقتي بتقول لك ان زي فكره الانجليزي تتعلم البروجرامينج. مش عارف صح ولا لا، بس بيقول لك ان ده مثلا ده المستقبل، فلازم تتعلمه عشان الدنيا ما تجيش عليك. بص هو اي سكيل هتتعلمها هتنفعك، وبعدين لازم يبقى انت دماغك فليكسبل ان انا اتعلم الحاجه اللي تنفعني قدام. يعني مثلا ما اقولش مثلا انا بشتغل بطريقه معينه في شغلي ايا كان. انا اقول لك كده مثال يقدر يمشي على كلنا. انا بشتغل بطريقه معينه في شغلي، فلو طلع حاجه حديثه بتنجز الشغل اكتر، سيستم تاني للشغل، اي حاجه، ما اقولش لا ده بقى بتاع اللي مش عارف ايه، انا هفضل شغال بده عشان ده الاصل، عشان انا جوايا مش عايز اتعلم. صح. لا انا اتعلم واعرف ايه ده ليه، عشان استمر اصلا. صح. عشان بعد 5 سنين هيجي واحد جنبي
عارف الحاجه دي، قبل انه يتعلم فسبقني وانا اتركنت. صح صح، ده لمصلحتي يعني مش ايوه صح صح. فلازم ابقى فلكسبل ان انا دايما اتطور في الجزء بتاع شغلي اللي انا بعمله، واشوف انا اقدر اوصل لحته ابعد فيه ازاي، افتح سكك تانية في مجالات تانية لو انا شايف ان انا جايب اخره. يعني في الناس يقول لك لا انا مثلا الحته اللي انا فيها اختار رحت شركه تانية، او يعني خلاص انت وصلت لاخر حاجه تقدر ده اخرها يعني. او هو حتى مش طموح انه يبقى مدير يعني عادي مش فارقه معاه قوي، فابدا شوف مجالات تانية. ابدا الناس كلها دلوقتي بتدور على شغل تاني. انا ملاحظ الموضوع ده الناس عايزه تسافر على فكره مختلف الشغلات الاجتماعيه. السفر عامه ما دلوقتي عشان بالذات اللي بيحصل دلوقتي، ما انت شايف ان هناك دلوقتي الموضوع انت لما بتيجي اصل هو اي حد بيجي يجي له فرصه السفر ما هو هيضرب في سعر الجنيه، فلما بيشوف دلوقتي الاسعار لما بيجي بيضرب بيلاقي بالنسبه للسفر انت كنت عملت حلقه عن السفر مع شريف ومصطفى. بس هي على فكره برضو مش ليها حسبه اهو يعني. هي ما هي حسبه برضو العيشه اللي هناك طبعا والحاجات دي كلها انا متفق فاهم. وهتبعت كام وهتحوش كام. انا مقتنع كمان محصله بعدها خليك. لا انا مقتنع كمان بحاجه تانية، انت لازم يكون في ثمن للغربه. يعني الغربه دي صعبه، فكره ان انت تروح في بلد سواء كان لوحدك او مع اسرتك او مع مراتك بس لو انت متجوز بس، او مع مراتك وعيالك لو انت مخلف. فكره ان انتوا تبقوا في البلد دي لوحدكم مش سهل، ده ليها ثمن. يعني لو الثمن ده مش محصل بعضه لا انا ما سافرش يعني. وزائد كمان حاجه تانية، يعني طول عمري انا بصراحه على المستوى الشخصي انا طول عمري نفسي اسافر اوروبا. بعد ما خلفت حسيت لا انا مش عايز اسافر اوروبا، انا مش عايز عيالي يروحوا يتربوا في مكان مختلف عن ثقافتنا. هتعاني عشان مختلف جدا، او هم هيعانوا ان هم مش شبه اللي حواليهم. طب انا ليه بعذبهم؟ صح يعني ليه وديهم مكان ويبقى الناس كلهم بالنسبه لهم انت شخص مختلف؟ لا احنا يا عم حوالين الناس اللي حوالينا الناس كلها شبهنا في الاخر، مع اختلاف طبعا الطبقات واختلاف الشخصيات واختلاف كل حاجه، بس في الاخر عندنا بيز واحد. ما تعيش في قوقعه بقى ما بالظبط. وانا دي حاجه بصراحه مش حاسسها. فلو دلوقتي مثلا بفكر في السفر هو في الاخر انا يعني مقتنعي بعد الخلفه والكلام ده كله حاسس ان يمكن الخليج انسب حاجه لفكري. بس هل برضو فكره السفر ولا لا دلوقتي مع فكره زي ما بقول لك ثمن الغربه حتى العيال نفسهم بيبقوا يعني واحدين اول ما بنسافر. فهو برضو الخليج ما تحسوش غربه قوي، بس في الاخر كل اصحابك واهلك هنا، فانت في مصريين كتير هناك. بس هتبتدي بقى تعمل صحاب من الاول، تبتدي تعمل الكلام ده كله من الاول، عيالك يخشوا مدارس جديده، الحاجات دي كلها ليها يعني لازم تفكر فيها من الاخر. ممكن يبقى القرار الصح ان انت تسافر بس لازم تحط في حسابك كل الحاجات دي. اوكي. طب لو واحد مثلا هيعيش كويس بس مش هيحوش يعني يسافر؟ لو هو كده ما بيحوش والعيشه هناك احسن. انت برضه عندك حسب يعني في حسبات كتير قوي. التعليم هناك احسن، العيشه نفسها الرفاهيه نفسها على حسب طبعا البلد، بس غالبا الرفاهيه هتكون احسن. بس انا بقول لك الكلام ده ليه؟ انا لسه كنت قاعد مع حد بالصدفه، يعني قاعد مع حد فجاب حد، فالحد يعني انا ما اعرفوش اللي قال الكلام ده، فهو بيشتغل في مجال في الهندسه وكده وبياخد رقم هنا مش وحش. فالمهم يعني جاله رقم في السعوديه، لما ضربه لقى رقم كبير قوي. بس لما حسبه بالاقامه بقى بالحاجات دي كلها، لما حسب هيأجر بكام وياكل هناك بكام وهيبعت، هو طبعا هيسافر لوحده في الاول يعني. وانا بقى ضد على الفكره دي خالص. هو اصلا ممكن في الاول دي 3 شهور بتاع، لكن انا ضد فكره السفر لوحدك. اصل انت ما سافرت بعيالك ومراتك تكلفه ثانيه يعني تكلفه ثانيه صح. يعني هي مدارس هناك يعني فانت الكلام ده بقى لو عايش في بلد، لكن لو لازم كل ده تحسبه. انا شايف انت كل ده تحسبه، بس فكره الغربه لوحدك ومراتك وعيالك قاعدين هنا انا مقتنع ان ده حاجه انا مش شايف ان عيالك دول مش هيعيشوا السن ده تاني. انت لازم تشوفهم، لازم تبقى متابعهم، حتى لو انت مش معاهم حتى لو انت ما بتشوفهمش غير مره في الاسبوع، بس على الاقل يبقوا حاسين بيك. انا شايف ده بصراحه يعني على الاقل ده تفكيري. لو واحد هنا واحد مثلا هنا الدنيا مخبطه معاه الاخر وجات له كل حد وليه ظروفه طبعا مضاعفه مثلا، فهيبقى مضاعفه. هل ما تسمحلوش ان هو يجيب اهله؟ ما هيسافر، مش ما يسافرش بس يسافر بقى ما بقى مش هتفرق ساعتها يعني. هياخد بقى عياله هيبقى كأنه لا بيحوش حاجه ولا بيفهم يعني. انا فاهم عامه الظروف طبعا مليون في المية انا فاهم الظروف مختلفه بين اي شخص والتاني، بس برضو ده حاجه انا بحس ان ساعات ناس كتيره بتيجي على بيتهم وعيالهم والكلام ده كله عشان الفلوس. طب في الاخر ما انت في الاخر بقى معاك فلوس، بس انت بقى معاك فلوس خلاص تمام وحققت اللي انت عايزه بس عيالك كبروا انت ما شفتهمش وما بيكبروا. علاقتك بمثلا مراتك ولا مش عارف ايه اتأثرت، بقى في جاب ما بينك وما بينهم، بقيت غريب عنهم. هل دي حاجات انت قابلها؟ ممكن في ناس بالنسبه لها الحاجات دي تبقى عادي.
بس انا بالنسبه لي لمسته جدا مع ناس قرايبي ان هم مثلا بقوا بيتضايقوا مثلا من ابوهم في الاسبوع اللي بيجي في السنه مثلا. فعلا بيتضايقوا منه. دي حقيقه. بيقعد بقى يتحكم ويقول لهم انتوا بتعملوا ايه، يكتشف بقى عادات غريبه بيعملوها او فاهم بيكتشفهم بقى. حاسس ان الموضوع انا ما تقبلوش. مش معنى اللي بيتقبله ان هو غلط في الاخر، زي ما انت بتقول هو كل واحد ليه الأوضاع الاقتصاديه كمان بقت ضاغطه، فالناس ما بقتش قدامها اختيار قوي. صح، متفق معاك جدا. بس على قد ما تقدر حاول ان دي تبقى يعني ان هو فعلا يعني ولادك وحياتك عامه مش هترجع تاني، حتى لو بقى معاك فلوس بعد كده مش هتعرف تشتريها باي ثمن. انت شبابك دلوقتي مش هيرجع وهم طفولتهم مش هترجع خالص. دي حقيقة. صح. اتفق معاك. خرجنا من الموضوع شويه بس جدا خرجنا من الموضوع خالص. بس لخصنا موضوع ان اهداف السنه ان انت تقسم حاجات صغيره تبقى ملتزم بيها، حتى لو انت دلوقتي شايفها بسيطه. صح. بس التزم بس بيها دي. صح. بلاش تحط حاجات وتبدا في اي وقت، يعني مش لازم تبقى فيها اهداف للسنه، انت ابدا في اي وقت. يعني ممكن تحط البلان دي تبدا بكره مثلا، ابدا يعني 15 ديسمبر. واحنا بكره المفروض الفيديو ده ينزل الجمعه 29 فبكره 30 فكده كده لو بداتش بكره ابدا بكره. لكن في الاخر انت لو شفت الفيديو ده في شهر 1 في شهر 2 ابدا بكره، يعني ابدا النهارده، ابدا دلوقتي، ما تستناش حاجه تحصل يعني. ملهاش علاقه باول السنه ولا السنه. واحسب يا عم على السنه يعني، واحسب على السنه يعني ابتدي انت سنتك شهر 2 ايه اللي هيجرى يعني، ما حدش هيقول لك انت وحش يعني مثلا. صح والله. فعادي. وممكن برضه الناس تستغل رمضان وتبدا يعني بالذات في الاهداف الدينيه. بحس رمضان بيبقى في تشجيع برضه في الاول، فحاول ابدا فيه يا ريت يعني. برضه دي فكره ثانيه. رمضان عمل فايبس تبقى حلوه يعني. يعني بالذات فعلا في الحاجات الدينيه بتحس ان انت اتشجعت، مثلا بدات لو انت ما بتصليش بدات تصلي، كمل بقى يعني خلص رمضان. ولما حاول مثلا ده ولما علاقات تاخد واحد طالب على التراويح. صح. في حاجات دي بتشجع يعني. صح. بس انا كده خلصت. بس كسون طيبه. انت طيبه بالسلامه. هابي نيو يير يا عم سعيد. يا جماعه عايز بس اقول حاجه، اقولها عزمنا في بيته في النيو يير. الحمد لله. فبحب اشكره بس على الدعوه. هنبقى نصور على الدعوه الجميله دي. يعني هوريكم لقطات حلوه طبيعيه. احنا كده خلصنا خلاص. اوكي يلا نشوفكم بقى فيديو جديد. في لازم يتقال معلش، بس نشوفكم السنه الجايه. يعني احنا اسفين. هتقولنا اول ما نخش عندك اول ما نتقابل السنه الجايه. ماشي. يلا سلام.